مساء الخير. انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. لو اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزنا نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده هنتكلم عن فيلم نادر جدا وهو مصر في لبنان. تم عرضه المره الاولى يوم 12 مايو 1952. مده عرضه 110 دقيقه، والفيلم درامي ورومانسي. هو من إنتاج مصري ولكن تم عرضه في بلدين، مصر ولبنان. الفيلم من إخراج محمود فريد، أما عن تأليف صالح جودة. أما عن طاقم العمل: كمال الشناوي، نور الهدى، جيهان، لولا صدقي، زكي إبراهيم، زكي الفيومي، محمود فوزي، محمود فريد، وكمان حسن أبو زيد. بتدور القصة حوالين شاعر مصري بيرتبط بقصة حب جامدة جدا مع رقاصة بتفضل تاخد كل الأموال اللي معاه، وأول ما بتوصل لغرضها إن هي بتخليه على الحديدة بمعنى أصح بترفض إن هي تتجوزه وكمان بتسيبه، وبتعمله حالة نفسية وحشة قوي. فبيضطر ان هو يروح عند دكتور نفسي عشان يتعالج، فبينصحه ان هو يغير جو، وبالاخص انه يسافر برا مصر، وكمان ممكن يسافر لبنان. بيقوله علشان الهوا هناك وكمان الطبيعة فتقدر تتعالج اسرع. اول ما بيوصل بيروح يسكن في لوكاندا صغيرة، بتكون بنت صاحب اللوكاندا نور الهدى، فبتحاول تتعرف عليه فبيرفض، لان هي جات له عقدة من الستات وجات له عقدة شديدة قوي، فبيقفل على نفسه وبيحاول ان هو ينتحر اكتر من مرة. هي بتحاول تساعده وبتخرجه من اللي هو فيه، ولكن هو بيرفض تماما. لحد في مرة ما حب ان هو يسم نفسه، وبالفعل كان هيعملها وهي راحت انقذته، ومن هنا بدأ يحبها ورجعته تاني يكتب ويتشهر، ورجع هو وهي على مصر واتجوزوا بعض. وانتهى الفيلم نهاية سعيدة، ان الرقاصة فضلت تاخد في فلوس الناس وهو خد الحب الحقيقي اللي هو يستحله. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة، وسلام عليكم.